وزارة التضامن الاجتماعي بتعمل عظمة مع كل أولياء الأمور اللي عندهم عيال في المدارس. ما تعتبرش بقى إن مجرد التسجيل معناه إنك ضمنت الشنطة المدرسية. طلبك هيتراجع، وأي بيانات ناقصة أو غير صحيحة ممكن توقف الاستفادة. يا عم أنت بتقول إيه؟ هفسر لك كل حاجة. مبادرة بكرة المدرسة دي تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات ومؤسسة مصر الخير، وسجل فيها لحد دلوقتي أكتر من 15,000 طالب. فأنت كمان المفروض تلحق تسجل. الدعم هنا مخصص لطلاب الابتدائي والإعدادي في العام الدراسي اللي جاي 26-27 من الأسر الأولى بالرعاية والقريبة من خط الفقر، خصوصا أبناء تكافل وكرامة والأيتام وذوي الإعاقة. الطالب وولي الأمر لازم يكونوا مصريين، والتقديم بيتم معرفة الأب أو الأم أو الولي القانوني، وبحد أقصى طالبين فقط لكل ولي أمر. وما ينفعش الطالب يكون حصل على شنطة أو مستلزمات مماثلة من جهة أخرى في نفس العام الدراسي. والتقديم هنا بيكون من خلال موقع المبادرة اسمه بكرة المدرسة .eg. هترفع بطاقة ولي الأمر من الوجهين وش وظهر، وبطاقة الطالب أو شهادة ميلاده، ومستندات الحالة الاجتماعية، وشهادة نجاح السنة اللي فاتت 25-26، وقرار الوصية لو احنا محتاجينه. هتتابع حالة الطلب بتاعك على المنصة، وممكن يظهر لك الحالة يا إما تحت المراجعة، يا إما مطلوب استكمال بيانات، يا إما مقبول، يا إما لا قدر الله مرفوض. هتاخد شنطة مدرسية كاملة بكل لوازمها. إخفاء معلومة مؤثرة هيؤدي لاستبعاد الطلب بتاعك أو إلغاء المساعدة أو استردادها. ابعت الفيديو ده لأي أسرة مستحقة، لكن نبهها تكتب البيانات كاملة وتكون صحيحة.